هو عندنا جهاز اسمه جهاز الكهرباء، يعني بنوصله على المريض حسب ما هو بيتحمل. فانا وصلت الجهاز، وطبعا الحاله كانت جايبه معاها جوزها، فهو واقف كده عمال يبص انا بعمل ايه. فرحت قعدت في المكتب، لقيت السكرتيره جايه الحاله عماله تصوت. فرحت الحاله بجد عماله تصوت وعماله عايزه تشيل الحاجه من عليها. ببص لقيت الكهرباء عاليه على اخر حاجه. في ايه اللي حصل؟ بس خلاص هو انتقم على الكهرباء. قال لي اصل انا عليت الكهرباء. طب ازاي؟ وطبعا زعقت ازاي وبتعليها ليه وكده. قال لي عشان نخلص في جلسه شوية. لا عشان نخلص في جلسه واحده وما نجيش احنا نفضل نيجي كل اسبوع. فاللي هو انا الصراحه اتعلمت من ساعتها اي حاله جايه لي لو معاها اي حد متفضل بره الحاله لوحدها. انا مش هستغنى عن مهنتي علشان حضرتك عايز تخلص في جلسه واحده يعني. دكتورة ياسمين، اهلا بحضرتك معانا في بودكاست في العياده. اهلا بحضرتك. احنا حاولنا نعمل الحلقه دي كتير ومواعيد ما ظبطتش، بس اخيرا عرفنا نستضيفك يعني. عايز اتعرف اكتر على دكتورة ياسمين. دكتورة ياسمين السيد الطحلوي، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه جامعه القاهره، حاصله على البورد الايطالي في السمنه والنحافه، وحاصله على دبلومه الحجامه والابر السنيه. ممتاز. طب معظم الناس ما بيستضيفوهم بيسالوهم نخس ازاي، بس انا عايز اسالك سؤال بقى بشكل مختلف. احنا ناكل ازاي؟ سؤال حلو جدا. يعني اول حاجه لازم نغير اصلا اللايف ستايل بتاعنا كله، وده هيتغير. رقم واحد نغير تفكيرنا، لان معظم الناس بتعيش عشان تاكل، مش بتاكل عشان تعيش. المفروض ان احنا بناكل عشان نعيش، عشان نكون بصحة كويسة. يعني احنا لو دخلنا على الفيسبوك هنلاقي معظم الحاجات اللي بتتنشر هناكل ايه النهاردة، طب هناكل ايه بكرة. يعني احنا بنكون النهاردة اصلا وبنفكر هناكل ايه بكرة. يعني احنا بنبقى قاعدين على الغدا اصلا وبنفكر هنتغدى ايه بكرة ان شاء الله. الله. فهو الموضوع شاغل تفكيرنا. وفي مثلا تلاقي اللي هو عاملين 30 وجبة للشهر، فاحنا اصلا مرتبين لشهر قدام هناكل ايه. الموضوع بياخد اكبر من حجمه. طيب احنا خلاص غيرنا تفكير الناس ان احنا بناكل عشان نعيش بس. خلاص يومنا بقى هيمشي ازاي؟ هنقسم يومنا 5 وجبات، 2 منهم هيكونوا فاكهة. 5 وجبات دول هناخدهم على مدار اليوم. يعني ما ينفعش اكل الصبح وافضل طول اليوم جعان، او العكس ان انا اخدهم بالليل وافضل بقى من الصبح جعان. خدنا الوجبات بتاعتنا. تاني حاجة هنشرب مية كويسة. اللي هو قد ايه؟ هنشرب حوالي 3 لتر مية. طيب انا بنسى اشرب ميه مثلا، هامله 3 لتر اول ما اصحى من النوم، لازم قبل ما انام اكون مخلصاهم. بعد كده هنلعب رياضه. طب انا مثلا في الشغل وما عنديش وقت العب رياضه. حضرتك مثلا بتروح الشغل بعربيه، او بروح مواصلات مثلا اللي معهوش عربيه، هركن بعيد شويه او هنزل بعيد شويه واتمشى 10 دقايق للشغل. كل مشوار اروحه اركن بعيد شويه واتمشى، فده هيخليني كاني بمارس رياضه في اليوم، افضل من ان انا ما مارسش خالص. يعني بعد كده ان انا اخلي اكل كله من البيت. يعني امنع خالص الفاست فود من بره. اي حاجه من السوبر ماركت فيها مواد حافظه امنعها، وكده صحتي هتكون كويسه. وزني كويس، ولا وزني زايد ولا وزني قليل. افضل من ان انا افضل اكل من بره، ما اعملش رياضه، باكل في اليوم عشوائي والاقي في الاخر صحتي مش كويسه وزني زايد. فده افضل وسيله تعرف تاكل بيها وتعيش بصحه كويسه. طب انا اللي عارفه ان الدكتورة ياسمين متجوزة وعندها اطفال. ايوه متجوزه. طب انا شايف ان الجواز مسؤولية، تمام، جنب الكارير بتاع الطب ذات نفسه، وبالذات كمان الحته بتاعت السمنه والنحافه والمتابعات بتاعت العملاء دي. انت يعني بتقدري تفصلي ما بينهم ازاي؟ هي مهمة صعبة جدا جدا جدا. يعني مهما اقول لحضرتك هي صعبة ازاي مش هعرف اوصف. بس في حاجات بتخليني اعرف اوازن ما بين بيتي وما بين شغلي. منهم ان انا بعرف انظم يومي. يعني انا عارفة الشغل كام ساعة في اليوم، هكون في بيتي موجودة كام ساعة في اليوم، ههتم بأطفالي ازاي، هعمل شغل بيتي امتى، ههتم بحياتي انا بقى امتى. طبعا بتيجي ايام بكون فيها اللي هو خلاص مضغوطة نفسيا. ده بقى يجي دور العامل التاني اللي هو الشخص اللي موجود معاك اللي هو زوجي. يعني لازم يكون داعم ليك. لو هو الدعم بتاعه مش موجود مش هتعرف تعمل حاجة. مش هتعرف تعمل حاجة حتى لو مش شغال. يعني لو في أطفال بس ومفيش دعم هتلاقي نفسك مضغوط طول اليوم. فالحمد لله أنا بالنسبة لي الدعم دايما موجود منه. يعني عظيم جدا. طيب انا كمحمد مش مقتنع بفكرة المتابعة مع طبيب تغذية اونلاين، تمام. مبدئيا كده اقنعيني. يعني انا اقتنع ازاي ان انا هتابع مع دكتور اونلاين من غير ما اشوفه واقعد معاه ويكشف عليا وكده، وبعدها اعرف انك اجراءات بتتم ازاي في حاجة زي كده. طيب تمام. حضرتك مش مقتنع؟ اكيد انا مش مقتنع خالص. تمام. حضرتك لما بتجيلي العيادة بتدخل عليا، بنكون انا وانت قاعدين قدام بعض على مكتب.
في الاونلاين انا وانت برضو قاعدين مع بعض، بس ما بيننا شاشة موبايل. فهي الفكرة. حضرتك حابب في الاونلاين نتكلم فيديو كول، تمام. نتكلم فويس بس، تمام. عايز تكتب كتابة بس، تمام. انا بخير العميل بتاعي بحيث ان هو يكون مرتاح، يكون في اي وقت يدخل يكلمني، تمام. حضرتك بقى بتبعت لي اونلاين، عايزه اتابع مع حضرتك. انا عايز اعرف بقى الاجراءات بتاعت ان انا لو هتابع اونلاين مع حضرتك مثلا او مع اي طبيب تغذيه، بس انا هتكلم على الكيس بتاعت حضرتك اكتر. أيوة. ايه الاجراء المتبع اللي المفروض بنمشي عليه؟ تمام. انت بعت لي عايزه اتابع مع حضرتك يا دكتوره اونلاين. اول حاجه باخد سنك، نفس اللي بنعمله في العياده، باخد سنك، وظيفتك، عملت دايت قبل كده، ايه المشاكل الصحيه اللي عندك. بعد كده بطلب تعمل شويه تحاليل. وبما ان جينا نقطه التحاليل دي، فانا حابه اتكلم عليها، لان معظم الناس بتبقى جاي لي اللي هو انا جايه اخس، انتوا بتطلبوا مني تحاليل ليه؟ التحاليل بتبين لي عندك مشكله ولا لا. يعني انا مثلا ممكن امشي معاك شهر شهرين، بعد كده تقولي انا ما بخسش، فاقول لك اعمل التحاليل. طب ليه؟ طب ما نعملها من الاول. ممكن يكون عندك مشكله هي اللي بتخليك ما بتزيدش في الوزن او ما بتخسش، فلازم نعملها من الاول التحاليل، تمام. طب عملنا التحاليل وجبتها لي، خلاص بقى ببدا اعمل لك الدايت اللي يخصك انت بس، على حسب سنك، حسب وظيفتك، حسب التشخيص اللي انا خدته منك، انت ما عندكش امراض او عندك امراض. طيب لحد هنا زينا زي العياده، اللي هو انا اديتك الدايت بتاعك وخلاص، انا وانت ما بقيناش نتكلم. في العياده هتجيلي بعدها باسبوع، بعد 10 ايام، انا وانت مفيش اي تواصل في الفتره دي. طيب في الاونلاين من تاني يوم هتلاقي في تيم بيكون شغال معايا، بيبدأ يكلم حضرتك كل يوم. عملت ايه النهارده في الدايت؟ شربت المية بتاعتك؟ طيب مارست رياضة؟ طب لخبطت؟ طب في اي سؤال عايز تسأله؟ ده مش موجود في العيادة. فده ميزتها عن العيادة. كمان في ميزة كمان، ان انا ما بنزلش حضرتك تجيلي العيادة. يعني حضرتك مثلا مشغول في الشغل، ما عندكش وقت تجيلي، فانا خليتك تيجي حلو ده، حلو ده. فخليتك تيجي من الشغل تبعت لي اونلاين، ما باخدش من وقتك حاجة. فكده اللي كان بيتكسل عشان ما عنديش وقت، لا، تابع اونلاين، انت عندك وقت اهو. يعني احنا وفرنا لك حاجة عشان تخس. تاني حاجة، مثلا لو انا شايفة دكتور شاطر جدا بس في محافظة تانية، طب هعمل ايه؟ هروح للمحافظة التانية؟ لا. فالاونلاين بيوفر لي كده ان انا مهما كان الدكتور بعيد عني اقدر اتابع معاه. فدي فايدة الاونلاين. انا شايفة الاونلاين افضل بكتير من العيادة، مع ان في ناس كتير ما يمشيش معاها غير العيادة. لان انا بتحرج اقعد قدام الدكتور اقول له اصل انا بوظت الدايت، اصل انا ما مشيتش على الدايت. ففي ناس ما ينفعش معاها غير ان انت تجيلي العياده. فالعياده برضو ليها ميزات مع ناس، والاونلاين له ميزات اكتر مع ناس المشغوله اللي هي من مسافات بعيده. طب انتي في الكارير بتاعك قابلتي حالات صعبة قبل كده ما تتنسيش، انتي مش هتنسيها لان هي خدت منك مجهود او كان فيها تعقيدات يعني طبية؟ هي كل حالة بشتغلها بتكون حالة صعبة، يعني سواء في العلاج الطبيعي او سواء في السمنة والنحافة. يعني مثلا العلاج الطبيعي اللي جالي بيكون ايه؟ مثلا بتجيلي مثلا ست بيت كانت بتشتغل في البيت، تنزل تجيب طلباتها، مرة واحدة مثلا جالها وجع في ظهرها، مبقتش قادرة تعمل ده كله. وموظف مثلا كان بيشتغل جات له اي مشكله، بقاش قادر يروح الشغل، فبيجي لي طبعا متدمر نفسيا، اللي هو انا عايزه تعملي جلسه دلوقتي اخف ارجع الشغل من بكره، وانا ارجع اعمل شغل بيتي من بكره. طبعا ده مش صح. ففي الوقت ده انا بحاول اعالجهم نفسيا الاول. انا ساعتها بكون دكتوره نفسيه مش دكتوره علاج طبيعي يعني. وبرده في السمنه والنحافه تكون المشكلة أكتر. أنا جاي لي شخص عنده زيادة في الوزن، مش عاجبه شكله، مش عارف يخس، في ناس بتتنمر عليه، وده بيحصل في معظم الحالات. ساعات في ناس بتكون مش قادرة تقبل في الوظيفة بسبب شكلها أو وزنها، في ناس بتترفض في جوازات بسبب شكلها، فبيكون داخل محطم نفسيا أصلا. اللي هو أنا مثلا أول مرة بقابله ده بقعد بس اللي هو إيه، أقوله لازم نفك نفسيا ان انا ما ببقاش مكتئب. الاكتئاب ده هيخليني ما اخسش، بالعكس هيخليني ازيد في الوزن اكتر. السبورت النفسي فكره حلوه اصلا في العلاج يعني، وده اللي معظم دكاتره التغذيه ما بتعملوش. اللي هو بيجي لي الحاله بكتب الدايت خلاص يعني مع السلامه. اللي هو المفروض الاول بجد ان انا اعالجه نفسيا، احاول اخليه ما يبقاش محطم، اللي هو لا هنخس، احاول اشجعه وهنعمل كذا وهنوصل في كذا. فالدعم النفسي فعلا هو رقم واحد. من اكتر الحالات الصعبة بقى اللي قابلتني كانت جالي حالة، واحدة كلمتني يعني قالت لي ايه، انا عندي حالة وما بتتحركش، فهي مش تقدر تجيلك العيادة.
فطبعا انا وافقت ان انا اروح لها وكده. اول ما دخلت لقيت بنوته عندها 22 سنه مثلا. طبعا دخلت فحصتها، مفيش اي حركه ولا في الايدين ولا في الرجلين، مفيش احساس، يعني لو جبت دبوس كده وشكلها مفيش اي احساس. فطبعا فضلت اكلمها الاول ايه اللي حصل، انت وصلت كده ازاي. فمن كلامها عرفت ان هي في رابعه كليه، والثلاث سنين اللي فاتوا هي طالعه الاولى على دفعتها، والسنه الرابعه دي لو طلعت الاولى هي خلاص بقت معيده. فطبعا قلت لها ما شاء الله، اللي هو كويسه جدا. يعني الف مبروك، خلاص هتبقى معيده يعني. فقالت لي لا، وانا اروح امتحن ازاي اصلا انا، ولو امتحنت هبقى معيده ازاي، انا مش هعرف اروح كده، مش قادره امشي اصلا، ما بتحسش. فطبعا انا خدت الموضوع تحدي، انا بالنسبه لي بقى حلمي انا ان هي تبقى معيده، ما بقاش حلمها هي. طبعا شجعتها، وبفضل ربنا في خلال 6 شهور كانت بتمشي على رجليها وراحت الامتحانات. عظيم. بعد فترة كلمتها ايه تعينت ولا؟ قالت لي تعينت، وفضلت بقى تشكرني. ده حالة من الحالات ان عمري ما هنساها، والبنت دي عمري ما هنساها. هي برضو كان عندها امل في ربنا كبير ان هي تقدر، بس وربنا حقق لها املها. دي حاجة عظيمة يعني جدا صراحة. دي حالة عمري ما هنساها يعني. طب من الأسئلة بقى اللي أنا بحب أسألها دايما لكل الأطباء يعني، وكل طبيب بيكون له روايته، خرافات المهنة يعني، ده بند حلو كتير جدا. لا أنا عايز أعرف منك إيه أكتر الخرافات اللي قابلتك عن المهنة؟ في خرافات كتير جدا يعني، منها إن أنا لو كلت قبل النوم هتخن. انا عايزه اقول لك ان ملهاش اي علاقه اكل قبل النوم بالتخن. دي جديده بقى يعني، دي من الخرافات اللي عندي، بس دي جديده بقى. لا ملهاش اي علاقه. بص، كل المشكله لو كلت قبل النوم ان انت يحصل لك عسر هضم، هيحصل لك ارتجاع، فمش هتعرف تنام كويس. بس بالنسبه للتخن مش هيدخلك خالص. ولو رجعنا ان احنا هنغير اللايف ستايل بتاعنا وهناكل حاجات صحيه فقبل النوم، مش هيعمل اصلا عسر هضم ولا هيتخن حتى لو كلت قبل النوم يعني. فاكل قبل النوم ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. تاني حاجه اللي بيقول لك لو شربت في وسط الاكل ميه هيطلع لك كرش، هو دي خرافه فعلا، اللي هو هيطلع لك كرش من اي ناحيه بالظبط. الميه في وسط الاكل بتساعد على هضم الاكل، بس ما اقعدش بقى حاطط كوبايه الميه واخد معلقه رز مثلا واخد شويه ميه، اخد معلقه واخد شويه ميه. لا، اشرب شويه في وسط الاكل بس ان هو يساعدني ان انا اهضم الاكل. حلو جدا. طب اديني بقى نصايح عشان احافظ بيها على وزني من الزياده. برضو احنا لو غيرنا اللايف ستايل بتاعنا، كلنا 5 وجبات في اليوم. حلو. شربنا الميه بتاعتنا اللي هي 3 لتر ميه. لعبنا الرياضه او اتمشينا زي ما قلنا 10 دقايق في كل مشوار. بطلنا الاكل من بره، كلنا اكل من البيت. ده اللي هيخلينا ما نزيدش في الوزن ونكون بصحه كويسه. طيب احنا بنسمع عن التخسيس الموضعي. انا عاوز اخسس جسمي كله او اخسس منطقه معينه في جسمي، هل ده له حل بالدايت او له حل بالاجهزه او له حل بحقن الميزوثيرابي؟ يعني التولز دي بتستخدم ازاي مع التخسيس الموضعي؟ هو اولا مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل دايت اخسس بيه بطني بس او منطقه مش عجباني. يعني انا مثلا منطقه الدراعات مش عجباني، مش حاجه اسمها اعمل لي دايت اخسس بيه المنطقه دي. لا، الدايت هيخسس جسمك كله. لو المنطقه دي كده مش بتنزل معاك، مش هننزل معاك في الدايت، هتفضل المنطقه دي كبيره. طب احنا بنعمل ايه لو انت جايلي اصلا وزنك زايد وعايز تخس بس في منطقه مش عاجباك؟ هل انا اعمل لك جلسات تخسيس موضعي من اول جلسه؟ لا. من اول ما تجيلي لا. انا ببتدي الاول نعمل دايت، ووصلت الوزن اللي انت عايزه، خلاص تعالى قول لي المنطقه دي مش عاجباني، هعمل لك عليها تخسيس موضعي. طب هو ايه اصلا التخسيس الموضعي ده؟ التخسيس الموضعي ده انا جسمي كله عاجبني بس في منطقه كده شكلها مش حلو في الهدوم، مش عاجباني، حاسس انها زايده شويه عن بقيه جسمي. طب بعملها ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما استخدم اجهزه يا اما استخدم الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده عباره عن حقن بنديها في المنطقه كله. الاجهزه والميزوثيرابي وكل ده بيعمل ان انا بفتت الدهون من المنطقه دي، فتبتدي المنطقه تخس معايا في المقاسات مش في الوزن. يعني ما تجيش تقول لي ايه بعد الجلسه اوزن نفسي الاقي نفسي خسيت، لا. هي بتفرق معايا في شكل الهدوم، بتفرق معايا لو عملت لك المقاسات قبل الجلسه وبعد الجلسه. بعد كده مع الجلسات بيبدا ايه اللي يشوفك يقول لك لا انت خسيت من المنطقه دي كانت كده، انت عملت ايه؟ يبتدي الناس تلاحظ معاك بقى. فلو انت عايز تخس في منطقه واحده هنعمل جلسات، انما ما تجيش تقول لي ايه دايت وخسس بطني بس. او تيجي تقول لي طب اشرب مشروب وخسس بطني او علاج وخسس بطني. لا، مفيش حاجه اسمها كده يعني. طيب على ذكر بقى الحاجات دي، انا عايز اعرف ايه اكتر المواقف المضحكه اللي ممكن تعدي عليكي في الحاجات اللي شبه دي يعني؟ والله هي مواقف كتير. في حاجات اصلا ما ينفعش تتحكي يعني. لازم تشال.
بس في على ما اتذكر يعني موقف، كان واحد جاي يكشف علاج طبيعي ودخل. هو كان راجل كبير كده يعني، فقال لي انا كنت وقعت على ايدي وكنت عامل فيها عملية ولسه فاكك السلك من اسبوع. الدكتور قال لي اعمل علاج طبيعي. فطبعا شفت الاشعة، مسكت ايده واشوف بتتحرك ازاي، الحركة بتاعتها كويسة ولا لا. لقيت الحركة كويسة جدا. بدور على مكان الخياطة، مفيش مكان خياطة. فاللي هو فين مكان الخياطة كانت فين، العملية كانت فين بالظبط. قال لي لا، اصل هو مراتي اللي عاملة العملية، بس انا جيت اشوف هتقولي ايه وارجع اقول لها في البيت. دي نكتة. ايوه. فاللي هو انا قعدت كده، انا ذات نفسي اصلا حياتنا ضحكنا. ما تكشفش على حد. خلاص يا حاج، روح قول لمراتك شوف بقى عايزة تيجي ولا ايه. يعني دي من المواقف اللي عمري ما هنساها يعني. في موقف تاني بقى، هو انا علاقتي بالحالة بتاعتي بتكون في السمنة والنحافة بالذات علاقة صحوبية شوية، عشان يثق فيا، عشان لو عكي يقول لي، لو عمل حاجة يعترف على نفسه. ففي حالة كان المفروض مثلا المتابعة بتاعتها كمان أسبوع مثلا، فلقيتها جاية بتقول للسكرتيرة أنا عايزة أشوف الدكتور. فقلت لها ماشي. فدخلت فقلت لها انت لسه المتابعة بتاعتك قدام شوية. قالت لي لا أنا عايزاكي في طلب بس. فقلت لها طيب تمام قولي. قالت لي ما كنت عندك من يومين كده لما كنت بكشف، دخلت الحمام بتاع العيادة فلقيته كبير يعني وحلو قوي ما شاء الله، وانا الحمام بتاع شقتي صغير، ينفع اجيب السجاد بتاعي اغسله عندك؟ ما تقلقيش انا هاجي بعد ما الناس تمشي وهنضف الحمام. اللي هو لا انا اتصدمت، اللي هو احنا اصحاب بس مش للدرجه دي يعني. لا انت كده العلاقه بتاعت صحوبيه مع المرضى معديه يعني. معديه جدا، اللي هي يعني جايه متعشمه قوي يعني. والله انا ما عرفتش ارد اقول ايه. قلت لها والله الشقه مش بتاعتي انا مأجراها، روحي استأذني من صاحب الشقه بقى يعني. في برضو موقف في العلاج الطبيعي بس مش عارفه هو يضحك ولا المفروض ازعل منه يعني. هو عندنا جهاز اسمه جهاز الكهرباء، يعني بنوصله على المريض حسب ما هو بيتحمل. فانا وصلت الجهاز، وطبعا الحاله كانت جايبه معاها جوزها، فهو واقف كده عمال يبص انا بعمل ايه. فرحت قعدت في المكتب، لقيت السكرتيره جايه الحاله عماله تصوت. فرحت الحاله بجد عماله تصوت وعماله عايزه تشيل الحاجه من عليها. ببص لقيت الكهرباء عاليه على اخر حاجه. في ايه اللي حصل؟ بس خلاص هو انتقم على الكهرباء. قال لي اصل انا عليت الكهرباء. طب ازاي؟ وطبعا زعقت ازاي وبتعليها ليه وكده. قال لي عشان نخلص في جلسه شوية. لا عشان نخلص في جلسه واحده وما نجيش احنا نفضل نيجي كل اسبوع. فاللي هو انا الصراحه اتعلمت من ساعتها اي حاله جايه لي لو معاها اي حد متفضل بره الحاله لوحدها. انا مش هستغنى عن مهنتي علشان حضرتك عايز تخلص في جلسه واحده يعني. طب قولي بقى دكتوره ياسمين، امتى تكون فخوره باللي هي بتعمله؟ انا بكون فخوره بنفسي مع كل حاله بتجيلي بوصلها لحلمها، سواء العلاج الطبيعي او السمنه والنحافه. كل واحد فيهم بيكون عنده حلم، بيكون مش قادر يعيش حياته طبيعي زي بقيه الناس وعايز يعيشها زي بقيه الناس، سواء بقى عنده مشكله في العظام، عنده جلطه، عنده اي مشكله في العلاج الطبيعي، او في السمنه والنحافه بيكون شخص جاي لي عنده زياده في الوزن، مش قادر يقدم في وظيفه بسبب شكله، بسبب وزنه، مش قادر يتقدم لواحده بسبب وزنه، او العكس ان هي ما فيش حد بيتقدم لها بسبب وزنها. بيكون في مشكله، بيكون في تنمر، في اكتئاب. فهي بتكون جايه مش عارفه تعيش حياتها، مش عارفه تعيش حياتها طبيعي ولا نفسيا ولا عارفه تتعامل مع المجتمع. بحولها لشخص قادر يعيش طبيعي، اللي هو معجب بشكله، واثق في نفسه. يعني كانت في حالة بتجيلي بتقولي أنا لو تخنت كيلو واحد أنا بحبس نفسي في البيت لحد ما أخسها. يعني هي كانت حالة أصلا 58 كيلو، اللي هو كان جالي أنا كنت مفكرها حالة نحافة اللي هي جاية أصلا عشان تتخن. فقالت لا أنا ما بزيد كيلو، هي عشان قبل كده كانت تخينة كانوا بيتنمروا عليها فخست. الموضوع له رواسب نفسية. فاللي هو لو تخنت كيلو انا بحبس نفسي في البيت لحد ما اخس وبعد كده ابدا اخرج. وبكون واثقه في نفسي جدا لما بوصل لحلم بكون تعبت ان انا اوصل له، او حد قال لي مش هتعرفي توصلي له، وبتوفيق ربنا وبتعبي بعرف اوصله. وده بحسه من شخصين في حياتي، اللي هو طبعا ابويا وامي. هما مرايتي، لو عملت حاجه وهما مبسوطين يبقى انا كده نجحت، يبقى انا كده وصلت. فانا كده فخوره بنفسي. ومش هنسى طول حياتي لما نجحت في الثانويه العامه وكلمت بابايا كان في الشغل، قلت له انا نجحت وجبت كذا. فهو سكت شويه كده قال لي مبروك وكده وكان فرحان جدا. بس لما رجع قلت له هو انت سكت ليه، اللي هو انت مش عاجبك او ما كنتش مبسوط؟ قال لي انا كنت هقع من طولي من فرحتي، انا كنت حاسس ان انا ملكت الدنيا كلها وان الدنيا دي كلها بتاعتي من كتر ما انا فخور بيك. فاظن حد يقول لي كده اكيد هكون فخوره بنفسي دايما يعني.
فانا من غير بابايا ومامتي انا ما كنتش هكون حاجه، ولا هكون حاجه قدام من غيرهم. دايما دعاهم هو اللي بيمشيني، وهو اللي بيخليني اكمل، هو اللي بيفتح لي كل الطرق يعني. يعني انا قبل ما اجي الحلقه مع حضرتك اللي هو كلمت ماما ادعي لي انا رايحه كذا ربنا يوفقني. فلازم الدعاء من عندها تلاقي كل حاجه متسهله. احنا بنشوف ناس كتيره بتخس توصل لوزن مثالي وبترجع تاني زي ما كانت، ده سببه ايه يعني؟ احنا ده بيحصل ليه ده؟ هو ده سببه ان معظم دكاتره الدايت بتعتمد ان هي بتكتب دايت ما فيهوش اكلات معينه، او بمعنى اصح بتحرمني من حاجات كتير قوي. هنتخيل مثلا ان الدايت بتاعنا قعد 4-6 شهور وانت محروم من 70% من الاكل. اول ما تبطل هتعمل ايه؟ هرجع اكل كل الاكلات دي تاني، فهتخن اكتر من الاول كمان. لا بس انا بعتمد مثلا في النظام بتاعي ان انا ما فيش حرمان من اي حاجه، وده اللي بيخلوش يرجع تاني. مثلا انا بكتب له نظام، عايز تاكل اي حاجه كل، بس الاول تقول لي، هقول لك تاكلها ازاي وبمقدار قد ايه. فعلى ما يخلص الدايت، على ما يوصل للوزن اللي هو عايزه، بيكون خلاص عرف اي اكله هاكلها ازاي واكلها بقد ايه. فحتى اما يبطل لو جه يوم زود هيكون عارف، لو جه يوم كل حاجه زياده يبقى عارف تاني يوم يعمل ايه بحيث ان وزنه ما يزيدش. دكتوره ياسمين بقى، تحب العلاج الطبيعي اكتر ولا السمنه والنحافه؟ يعني المجالين دول هما مع بعض سنة، بس اكيد في تفضيل شخصي. بالنسبه لي حلمي كان ان اكون بحقق للناس احلامها، ان انا احول شخص او ان اعالج شخص او ان اسعد شخص. الاتنين بيجمعوا الحاجه دي، وده اللي خلاني لما دخلت كليه العلاج الطبيعي ان ادرس سمنه ونحافه برضه، ان الاتنين بيوصلوا لنفس الحاجه. لو علاج طبيعي زي ما قلنا، شخص جاي لي قاعد من وظيفته، ست بيت مش قادره تعمل شغل بيتها، برجعها انها تعيش حياتها طبيعي. في ناس بتبقى جايه اللي هو لا انا خلاص انا بموت، انا عندي ظهري وجعاني ورقبتي وجعاني ورجلي وجعاني، الدنيا سودة. فان انت تخلي شخص جاي لك بجد مكتئب تحوله لشخص خلاص بقت تعيش حياتها طبيعي وتعيش حياتها في بيتها وبتخرج وبتعرف تمشي. او في السمنه والنحافه برضو ان شخص مش واثق في نفسه بسبب شكله او كده، ان هو يرجع واثق في نفسه، يقبل في وظيفه كان بيترفض منها او جوازه ما كانش بيتقبل بسبب وزنه. فده بالنسبه لي حلم، بيكون في قمه سعادتي لما اوصل اي شخص من ده لحلمه. في السمنه والنحافه في ناس كتير قوي كانت عايزه تلجأ لعمليات، اللي هو انا ما عنديش مجهود اعمل دايت، انا هلجأ لعمليه. طبعا حاولت اقنعهم، في ناس كتير قوي وافقت ان احنا نمشي بالدايت وان احنا واحده واحده نخس، وبحمد ربنا يعني معظم الحالات خست ووصلت اللي هي عايزاه بدون اي عمليات او بدون اي تدخل جراحي يعني. طب سريعا كده عايز اختار ما بين قوسين، دكتوره شاطره ولا مديره مركز شاطره؟ دكتوره شاطره طبعا. طب ليه؟ عشان مهنتي يا دكتورة، حلمي ان ابقى دكتورة، ان انا اساعد الناس. مديرة مركز ممكن اي حد يقوم بيها يعني بدالي. طيب دكتورة مشهورة ولا دكتورة شاطرة؟ دكتورة شاطرة. اشمعنى؟ عشان برضو انا هدفي من ان انا اكون دكتورة ان انا اساعد الناس. يعني الشهرة ما تجيش على حلمي ان اساعد الناس مش ان اتشهر، بس لو جت الشهرة ما عنديش اي مشكلة. طب الشهرة ولا الفلوس بقى؟ الشهرة، هي الشهرة كده هتجيب فلوس، فاختار الشهرة. طب بما انك دكتورة، كدبة مريحة ولا حقيقة متعبة؟ لا، حقيقة متعبة. اشمعنى بقى حقيقة متعبة؟ علشان الكدبة كده هتيجي في وقت وهتنكشف، بس ممكن تنكشف بعد 4 سنين، ممكن في ال4 سنين دول تبوظ لي حياتي. الكدبة اللي كانت في حياتي دي فاعرفها دلوقتي واتأقلم عليها احسن ما اعرفها بعدين، كده هعرفها. فطبعا لا يعني حقيقة متعبة. طب اخيرا بقى، تعيشي بسلام ولا تعيشي بنجاح؟ لا، اعيش بسلام. ليه؟ علشان احنا اصلا اتخلقنا ان احنا نعيش بسلام. يعني النجاح مش موجود دايما، النجاح ممكن انجح في وقت ما انجحش في وقت، انما انا عايزه السلام يكون موجود دايما. عايزه اعيش في سلام مع اسرتي مع زوجي، ده الاصل. حتى انا لما اتكلمنا عن الشغل والبيت، انا لو في يوم من الايام لقيت شغلي جاي على بيتي، لا انا هختار اطفالي وهختار بيتي، لان المريض هيلاقي مليون دكتور يعالجه، انما اولادي مش هيلاقوا ام غيري. فطبعا في الاخر هختار اسرتي وهختار بيتي واطفالي. حقيقي الحلقة دي كان فيها جانب إنساني لطيف أنا ما عملتوش قبل كده في بودكاست في العيادة. أنا انبسطت جدا بوجود حضرتك معانا. أنا أسعد والله، أنا مبسوطة جدا. شكرا لوقت حضرتك يا دكتور، وشكرا لتشريفك لينا في بودكاست في العيادة. شكرا لحضرتك. شكرا. كنا معاكم في حلقة دسمة من بودكاست في العيادة. استنونا في حلقات تانية أسخن وفيها معلومات أكتر. تابعونا في الحلقات الجاية.